يشوفوه يبقى حاير، يولي يتخبط ويعاير، يحوس يفهم وش راهو صاير. وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة، زعما يتهموه، يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه. مين يعرف صيبه صايرهم حبسوه، حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش، يتبلوا كوم الراس يولوا يشوفوا في الحباس، يخافوا من هضرة الناس سيرتو مدي راس. كوم يراكاشي هادي غير ما تتخلعوش. اليوم ضيفنا هو حسن عريبي، ديبيتي معروف، يتحرك بزاف، يزود بزاف، يجيني يقلق، دالتنا حنا اليوم نقلقوه. تابعونا. أهلا بكم في أول قناة إخبارية في الجزائر. حصة نقاش ومباشر تستضيف اليوم شخصية مرموقة ومعروفة في الوسط السياسي. هذه الشخصية راح نناقشوا معها اليوم موضوع جد حساس، وهو علاقة البرلمانيين بالمسؤولين، نتكلموا على العلاقات الخاصة. يحضر معنا اليوم ويشرفنا بحضوره النائب البرلماني السيد حسن عريبي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. سيد حسن عريبي، ربما اليوم اخترت أنا نستضيفك في هذه الحلقة لأنه نعرف أنه شخصيتكم يعني تعرف من أين تؤكل الكتف. هل حسن عريبي هذا الشيء يعني هي خبرة مكناته باش يلحق أنه يعرف من أين تؤكل الكتف في علاقته مع المسؤولين، أو أنه هي مجرد دراسات وقراءة ربما قرأها على سابقيه من سياسيين؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أشكركم على استضافتكم في قناة النهار. ثم إجابة على سؤالكم ما أعرف من أين تأكل الكتف، فأنا أعتقد أن كل مسؤول وكل نائب يريد أن يؤدي ما عليه من أمانات قد وضعت في عنقه من قبل منتخبيه، لا بد أن يبحث كيف أن يوصلها إلى كل المسؤولين. الآن كما تعرف السيد حسن عريبي، الملايين من الجزائريين يتابعون الآن المباشر. ربما كلامك هذا ما يستسيغ يعني ما يبتلعوش. يقول لك كيف نائب برلماني، قلنا بلي احنا ندافعوا على يعرفوا بلي النائب البرلماني وخاصة حسن عريبي يقول لك يدافع على مصالحه الشخصية. بلال جابها من الاخر، والسي العريبي ما راهو فاهم والو، اذا هذه مقدمه ولا عرض ولا خاتمه. درجة حسن عريبي وين مع الوزير الاول ووزراء قاعدتك؟ دعني اقول لك ان في العلوم السياسيه كاين هناك امور تقنيه. إن أنت أدركت كل التقنيات تاع الفن الممكن للوصول إلى هدفك وإلى وصول ما أنت تطمح إليه. المصالح شيء آخر، لكن لا، أنا أعتقد أن المصالح التي تدخل في العمل النيابي أعتبرها انتهازية. نعم. لا يمكن للنائب. نفسك بالانتهاز؟ لا، أنا لست نائبا من أجل مصالحي. أنا لست نائبا حاليا من أجل مصلحتي. أنا نائب على الشعب. تغتنم الفرصة يعني. لا أبدا لا أغتنم الفرصة. سي حسن عريبي، نعم. لهذا السبب، هذا الانتهازيه وصفت نفسك بالانتهازي. شوف معايا الفيتيار هذا اللي حضرنا على السيد حسن عريبي. تفضل. هو إسلامي متلون، عرف بشبكة علاقاته، كان أحد المقربين للجنرال المعزول توفيق، فحصل على مقعده بالبرلمان بإعاز. حسن عريبي البرلماني المثير للجدل، خرجات سياسية تحت الطلب تشتم منها رائحة تصفية حسابات، هو أحد الأوفياء لعبد الله جاب الله. عرف بتدخلاته النارية بقبة البرلمان، يتاجر في كل شيء، أشكر عنوان معاملاته التجارية، له ممتلكات ضخمة بمسقط رأسه، وما خفي كان أعظم.
بالإضافة إلى شركات تجارية مسجلة بأسماء أقاربه بعواصم عربية. حسن عريبي المعروف بقربه من شيوخ الجبهة الإسلامية لإنقاذ المحلة يكون قد قبض فيما مضى ثمن الوساطة بينه وبين السلطة. اليوم عريبي هو أحد أباطرة المال والأعمال، فمن أين لك كل هذا؟ سي حسن عريبي 10 ملايين و500 أورو جنيتوها من تصديركم لأحد المواد إلى الخارج، وهذا كان بالشراكة مع جنرالات. وش يقولنا اليوم حسن عريبي؟ نحن على المباشر. أعتقد أن هذا التلفيق تماما أي تلفيق تتكلم؟ وأتحدى أي كان من السلطة الجزائرية. 10 ملايين دولار يا سيد عريبي، احنا نتكلموا على صفقات قمتم بها بالوثائق بالأدلة. حاب نعرضوا هذا الشيء على المباشر نعرضوه، يعني احنا احتراما لك ما بيناش نعرضوا الوثائق. أنا أتمنى أن تعرضوه على المباشر. لا ماهوش يكون في خدمتك حتى يثبت لك أن كل هذا كله مفبرك ولا وجود له إطلاقا على أرض الواقع. كم سيد عريبي كم جنيتم من علاقتكم مع الجنرالات وعلاقتكم وابتزازكم للسلطة واستفزازكم وعلاقتكم مع الوزراء يعني من أجل سؤال شفوي يكون الجواب من هذاك الشيء. أنا أعتقد أن استضافتي لكم لا يا سي عريبي ما كانتش حول هذا الموضوع. أنتم أتيتم بتقرير التقرير المفبرك بيان سور هبل سي العريبي وخرجوا من عقله، وبلال كي العاده زيد عليه بزاف. لا ماهوش مفبرك هذا تقرير مفبرك. هل تنفي علاقتك مع الجنرالات؟ لا لا لا. هل تنفي علاقتك مع الوزراء؟ لا. هل تنفي علاقتك مع الوزير الأول؟ أنت هنا أنت معارض، وكأنك تقول للناس وتتلو عليهم الآية الكريمة ويل للمصلين. لا يا سي عريبي، يا سي عريبي، لا أبدا يا سي عريبي، إذا تسألني على العلاقة مع الجنرالات أجيبك عليها. لا يا سي عريبي، علاقتك مع الجنرالات معروفة، علاقة شراكة مالية. لا انت كنت الوجه المالي السياسي للجنرالات. هذا يعتبر من التلفيق ومن التهم السياسية التي لا تسير ولا تغني من جوع. سيد عريبي هي تهم باطلة من الأساس. لا يمكن للسيد عريبي في يوم من الأيام أن يشارك لا جنرال ولا كبران ولا سرجان ولا وزير ولا أي مسؤول في السلطة. 10 ملايين دولار يا سيدي. من الذي اطلع على حسابي الخاص في لا الحقوق؟ عندنا حسابات، عندنا وثائق ملف كامل. هاتوا نعتوا للشعب. هاتوا نعتوا للشعب. يا سي عريبي، يا سيدي انتم اذا كان عندكم الشجاعه الادبيه تفضل. انا اعطيتك التصريح. ماهيش قضيه انا سامحك. انا قلت لك اعرض على الشعب. اعرض على الشعب. فهذا كذب. فهذا كذب وبهتان وأنفيه نفيا قطعيا. تلفي فيلا رقم 85 في العاصمة الفرنسية باريس. يا سيدي روح إلى لقيتها نعطيها لك. لا يا سيدي، إلى لقيتها أو قدام الناس كل. نعم. إلى لقيتها أنا عندي سكن باسمي في باريس. يا سي عريبي، يا سي عريبي، راهي مبروك عليك. يا سي عريبي، الفيلا رقم 85 في باريس واللي كتبتها باسم ولدك. الفيلا رقم 32 اظن على ما اعلم في باريس نفس هي باسم احد افراد عائلتك، وعندكم محل يعني في ارقى منطقه تجاريه في فرنسا هي شونزيليزي. عندكم محل عائلي هناك. كيف يوصل برلماني معارض لهذه الدرجه؟ هل هذا انتهاك؟ هل هذا هو هل حسن عريبي كان يتكلم عن النواب الانتهازيين؟ كان يتكلم على نفسه. انت طرحت سؤال تريد ان تسمع الاجابه. خليني اترك الاجابه. انا مش حاب نكذبوا على الوطنيين. لا هذا كذب وبهتان. لا كذب اسمح لي. لا اذا الحقيقه انك تقول لهم. لا انا نتكلم معاك. انت سالتني سؤال. يا شعب الجزائر ويا سلطات الجزائر ويا الدولة الجزائرية ويا مخابرات العالم إذا كان لقيتوا سكنة في باريس أو في أي بلد في العالم باسم عريبي راهو ملك لكم. أنت لا تقول لي علاقة مع الجنرالات. أنا ما عندي علاقة مع الجنرالات. لا عندك علاقة مع الجنرالات إلا مع توفيق أيام خليني نعطيك معلومة. كانت المفاوضات وكان الحوار بينه وبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فكنت وسيطا في هذه القضية لكن هذه المعرفة أتحدى كل من يأتيني في يوم من الأيام وطلبت من الجنرال أنه يدعمني أو أنه شريكي أو أنه عرض علي أي خدمة مقابل ما قدمته. سي عريبي معروف انك انت في طريق المفاوضات اللي قدتها ما بين المخابرات والارهابيين كانت جنيت منها الاموال سواء من الارهابيين او من المخابرات، وهذا الشيء معروف عليك. هذا ماهوش نقطتنا اليوم يكون في علمك سيد عريبي ان استضفناك اليوم لانه الاموال التي تتكلم عنها
هي الاموال اللي لم بنيتوا بها تكن في مؤسساتكم يوم من وشركاتكم. الايام اخذتها من يا سيد قبل عريبي، كنائب، من يا سيد قبل عريبي، موقعي يا سيد كنائب عريبي. او من قبل موقعي كنت سيد وسيطا عريبي بين هؤلاء. ربما تقلقت شويه، نجيبوا لك كاسمه. لا ابدا، نجيبوا تفضل. لك كاسمه. لا تفضل سيد عريبي. هي اسئله مثيره للجدل حقيقه. المدعي العام بباريس عقد الان ندوه صحفيه للحديث عن قضيه الجنرالات المتورطين في علاقاتهم مع الارهابيين، او ما يعرف بملف التأديب والملف الاجرام. ربما انت كنت على درايه انه بالك هناك اسماء قريبه منك هي اللي راح تسقط في هذه القائمه. اليوم حبيت تجي تدافع عليها، هذا مجال مفتوح لكل الناس، ماهوش غير الحسن عريبي، لكاع الناس. اطلب وانا كصحفي نتشرف اني نحضر معك. لكن لما نتكلموا على ملفات الفساد في انتظار العاجل، الملفات الفساد اللي متورط فيهم السي حسن عريبي، هذا الشيء راهو باين، راهو ملف. انت كنت مستفيد من جنرالات كانوا حاضرين. اتي الملف هذا العاجل. المدعي العام الفرنسي يصدر قائمة بأسماء ضباط في الجيش الجزائري متهمين بجرائم إبادة. المدعي العام الفرنسي يصدر أوامر دولية بالقبض عبر الشرعية الدولية. هذا الشيء راح يزعج السي عريبي لأنه جنرالات أصدقائه. اللي داري خلص. الأوامر تخص اللواء. اللي داري خلص. الأوامر تخص اللواء. اللي داري خلص. الأوامر تخص اللواء نزار، اللواء بوسطيلة، الراحل العماري، والفريق محمد مدين المدعو توفيق صديق النائب عريبي. المدعي العام الفرنسي دوكا دخلت تان فرنسا والتوفيق. نواب من البرلمان الجزائري في نفس القضية. الله أكبر. المدعي العام كشف عن أسماء عز الدين جرافة، هذا صديقك، حسين وحسن عريبي ضمن المتعاونين مع المخابرات. كارثة كارثة. مش قضية متعاون. في بيان وزعته وكالة الأنباء الفرنسية قال أن هؤلاء كانوا يتصلون بالإرهابيين نفذوا جرائم. أنا من الناس اللي راهم يطالبوا وبإلحاح قضية المختطفين، أين ذهبوا ومن اختطفهم. يا سي العريبي، واش من مختطفين يرحم بابك راك تحكي عليهم؟ هذا غير بلال اللي خطف لك عقلك والسي يقلقك وانت ما راكش كاع جايب خبر. انت راك مدعي ومسير. يا سيدي علي بالملايين راهم يشاهدون اليوم. انت مسير. ملايين من الامهات. انت الان مسير. انت الان مسير. أما تعلم أنني أنا أول من سوق إلى الاعتقال ضحية الجنرال تتكلم عليها. وهذه كانت ضمن السيناريو. أنا كنت في السجن يا سيدي ضمن السيناريو. أنا من جاءوني من المخابرات كي يقتلوني سنة 83. يا سيدي عريبي وأهل مدينة سيناريو هذا كاع سيناريو باش يقول لي هذا معارض ومضطهد مفبركة. وفهمنا الرسالة. الشعب الجزائري دفع ثمن. سي عريبي الشعب الجزائري دفع ثمن. لا يا رجل. سي عريبي بالك الدموع هذه اللي تسيل من عينك هي دموع الندم ودموع انا تسيل من عندي دموع. اين الدموع؟ لا عينيك راهي تبرق. بالك دموع. بالك دموع. بالك طلب. انا ضميري مرتاح. الان عاجل اخر سيد عريبي. يا خيرك يا ربي. الله يخليك قراه معنا باش ما تطلبش منك. مش مشكلة. اقرا. ايه يا سي العريبي، احنا نحبوك ونعرفوك باللي تدافع على الزواليه، بصح احنا اليوم قدرنا نقلقوك ونلعبوا لك على المورال في رانا حكمناك. يا ودي ما كانش ولا اصلا. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم. اليوم فعلا وقعت في فخ قناة النهار التي ألقت علي القبض، ولأول مرة في تاريخ عمري أقع في فخ الكاميرا المخفية، والقبض هذايا كلفني في نفسي أتساءل كيف أن أقع فيه. شكرا. عاجل، خبر عاجل.